كلية تمريض 4 سنين، المعهد الفني للتمريض 2 سنين، المعهد الفني الصحي 2 سنين. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان المؤهل بتاعك في كلية تمريض بكالوريوس تمريض، لكن المؤهل بتاعك في المعهد الفني للتمريض دبلوم فوق المتوسط. المؤهل بتاعك في المعهد الفني الصحي دبلوم فوق المتوسط. رابع حاجة في وجه المقارنة الشعب. في كلية تمريض شعبة عامة. يعني ايه شعبة عامة؟ يعني ما بخلصش الكلية وبتخصص في حاجة معينة، مش بتخصص مثلا تمريض نساء، تمريض أطفال، أيوة بتخصص في الدراسات العليا لما أعمل ماجستير دكتوراه، لكن وأنا اتخرجت من الكلية هي شعبة عامة، كلنا نفس ايه؟ التخصص ونفس الشعبة. في المعهد الفني للتمريض نفس الطريقة، شعبة عامة تمريض. أما بقى المعهد الفني الصحي شعب مختلفة، يعني عندنا في إشعة، في تسجيل طبي، في تحاليل، في تركيب أسنان، في أجهزة طبية، في شعب كتيرة في المعهد الفني الصحي، ودي هنفوكس عليها من ضمن المميزات اللي هتنفعنا جدا وهنتكلم فيها. يبقى رابع حاجة قلنا في الشعب، كلية تمريض شعبة عامة تمريض، المعهد الفني للتمريض شعبة عامة يعني ما فيهوش تخصصات، لكن المعهد الفني الصحي فيه تخصصات، ودي أول نقطة هنتكلم فيها. طيب إيه هي النقطة اللي بعد كده؟ المسمى الوظيفي. يعني إيه المسمى الوظيفي؟ يعني بعد ما أخلص الكلية أو المعهد هيتكتب في النقابة أو مزاولة المهنة إيه؟ بالنسبة لكلية تمريض هتتكتب أخصائي تمريض، بالنسبة للمعهد الفني للتمريض هتتكتب فني تمريض، بالنسبة للمعهد الفني الصحي هتتكتب فني حسب تخصصك. يعني لو أنا كنت اتخصصت في الإشعة فهتكتب فني إشعة، اتخصصت في التحاليل هتكتب فني تحاليل، اتخصصت في الأجهزة الطبية هتكتب فني أجهزة طبية. وجه المقارنة اللي بعد كده الدرجة الوظيفية. يعني ايه الدرجة الوظيفية؟ يعني بعد ما اخلص الكلية او المعهد واشتغل، ايه الدرجة اللي هكون مسجل عليها؟ بالنسبة لكلية تمريض هبقى على الدرجة الثالثة، المعهد الفني للتمريض الدرجة الرابعة، المعهد الفني الصحي الدرجة الرابعة. طيب كاتبة ما بين قوسين المرتب. يعني ايه المرتب؟ الدرجة الثالثة بيبقى مرتبه اعلى وله مميزات وخصائص بالتأكيد أكتر من الدرجة الرابعة، فدي نقطة هنركز عليها وهنفوكس عليها. يبقى احنا لغاية دلوقتي ركزنا على حاجتين هنتكلم فيهم بعد ما نخلص الجدول، شعبة مختلفة في المعهد الفني الصحي والدرجة الثالثة ومرتبي بيزيد عن المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي، وهنتكلم عليها بالتفصيل بعد ما نخلص الجدول. وجه المقارنة اللي بعد كده الدراسة. الدراسة محتاجة مذاكرة وجهد كبير في كلية تمريض. بالنسبة للمعهد الفني للتمريض محتاجة مذاكرة بالتأكيد، والمعهد الفني الصحي برضو محتاجة مذاكرة، ودي برضو هنركز عليها كويس جدا وهنتكلم فيها. كلية تمريض من أول يوم هتدخل فيها محتاجة مذاكرة، لو حطيت في دماغك هذاكر آخر شهر مش هتنجح ومش هتجيب تقدير. فكل ما هي الصعبة إن أنا مش هفهمها، لا هتفهمها، بس محتاجة جهد ومذاكرة منك. أما لو هنقارنها ما بين المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي، فالدراسة هنا غير الدراسة هنا. يعتبر المعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض أنا باخد زي قشور المعلومات، لكن في كلية التمريض أنا باخد المعلومات بالتفصيل، فكلية التمريض محتاجة جهد كبير منك. أما المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي أيوة محتاجة مجهود طبعا عشان تنجح، لكن مش هتبقى زي كلية التمريض. بعد كده او وجه المقارنه اللي بعد كده الدراسات التكميليه او الدراسات العليا. بالنسبه لكليه تمريض طبعا متاح ليك لانك بكالوريوس اللي انت تعمل ماجستير ودكتوراه. بالنسبه للمعهد الفني للتمريض طبعا مش متاح ليك كده، ولكن متاح ليك اللي انت تدخل كليه تمريض بشرط ايه؟ اللي انت تجيب تقدير كويس جدا. هو لغايه دلوقتي مثلا ساعات بيبقى 85%، بس عشان تبقى في المضمون تجيب امتياز، لان انت ما انتش ضامن تنسيق الثانويه العامه هتبقى ايه في الكليه واقبال الطلبه هيكون ايه. فعشان تبقى مطمن وحاطط في دماغك ان انا هدخل المعهد وبعديها الكليه تكون جايب امتياز، تبقى داخل مرتاح.
يبقى ممكن ادخل كليه تمريض من المعهد الفني للتمريض، وعشان اكون ضامن كده اكون جايب تقدير امتياز عشان اقدر اخد الفرصه دي. المعهد الفني الصحي نفس الطريقه، متاح ليا ادخل كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه، بشرط برضو ان انا اكون جايب تقدير على الاقل جيد جدا. فمتاح ليا ادخل الكليه من المعهد الفني للتمريض، وادخل كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه من المعهد الفني الصحي، واكمل ماجستير ودكتوراه في كليه تمريض، ودي من ضمن النقط برضو اللي هنركز عليها. واخر حاجه معانا في وجه المقارنه، لو انا عايزه اكون معيد بالنسبه لكليه تمريض، متاح لك طبعا ان انت تكون معيد لانك بكالوريوس. طبعا حته اكون معيد يعني حد متفوق وخد من وقته وجهده وبذل مجهود كتير، لكن متاح ليك طبعا من كليه تمريض لو انت حاطط في دماغك ان انا اكون معيد، متاح ليك. لكن المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي غير متاح لانك تعتبر دبلوم فوق المتوسط. فدي من ضمن الحاجات اللي الفوكس عليها نركز عليها بعد ما نخلص الجدول هنتناقش فيها، ان متاح ليا من الكليه اكون معيد، لكن غير متاح ليا من المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي. فاختصار الكلام، لو احنا مش حابين مهنه التمريض ادخل معهد فني صحي، اي شعبه بقى، شعبه اشعه، تحاليل، تركيب اسنان، اجهزه طبيه. ولو عايز تكمل بعد كده فمتاح ليك كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه. او لو انت جايب مجموع من الاول يدخلك كليه تكنولوجيا العلوم الصحيه ادخلها، ولكن ملهاش تكليف، فالاحسن تدخل المعهد الفني الصحي. طيب لو انا بقى حابب مهنه التمريض، عندي اختيارين، يا اما المعهد الفني للتمريض يا اما كليه تمريض. لو انا بتاع مذاكره وبذاكر وبيجي مني، ادخل كليه تمريض طبعا احسن ليه؟ احسن لانك بتتعين اخصائي تمريض، بتبقى على الدرجه الثالثه، يعني مرتبك اعلى بكتير من المعهد الفني للتمريض والمعهد الفني الصحي. متاح ليك تعمل ماجستير ودكتوراه، متاح ليك ان انت تبقى عضو هيئه تدريس، ودي فرصه مش هتلاقيها ولا في المعهد الفني للتمريض ولا في المعهد الفني الصحي.